السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي ومشاهديني ومتابعين قناة مطبخ ريم والأكل البيتي. أنا النهاردة جايبة لكم وصفة لحبايبنا مرضى السكر. الوصفة دي بصراحة ما شاء الله عن تجربة، يعني كل اللي جربوها يعني سليمة جدا وبتجيب نتيجة فورية. هي بس مش لمرضى السكر بس، هي مرضى السكر ومرضى الضغط واللي عندهم بقع سودة في وشهم وفي جسمهم. وعن تجربة شخصية والله، يعني الناس اللي جربتها فعلا بان عليها، واحنا يعني مش حد غريب، احنا مجربينه وعارفين المشروب ده منقوع القرنفل. مغلي القرنفل، يعني هتغلي شوية قرنفل صغيرين كده وتنقعيهم لحد الصبح مثلا، او من الصبح بالليل او ساعة. يعني لو خدت كوباية بقى مثلا الصبح بعد الفطار، كوباية بعد الغداء، كوباية بعد العشاء، من غير سكر طبعا. بتنزل السكر وبتظبط السكر لاصحاب السكر، ويعني بتظبط معاهم نسبة السكر في الدم جدا ونسبة الضغط. وبالنسبة بقى للبقع السوداء والهالات والكلام اللي في الوش ده وفي الجسم، هي مع الاستمرارية. يعني والله انا اعرف ناس معرفة شخصية وقريبين مني جدا كان عندهم بقع سوداء في وشهم، ومع الاستمرارية في أكل القرنفل وشرب المنقوع ده ما شاء الله راحت خالص من وشهم خالص خالص، يعني البقع السوداء ووشهم مفتح ومنور يعني المشروب ده فيه كل الوصفات اللي ممكن الواحد يقولها. سحر فعلا يعني. بيظبط السكر ما شاء الله، بيظبط الضغط، بيشيل الهالات السوداء والبقع السمراء من الوش، وكمان حلو جدا للأسنان، جدا 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 للاسنان. يعني برضو لو كلتوه كده، هو في ناس كتير مش هتتقبله، بس هو والله فيه فوائد كتير جدا. كمان لمرضى الكورونا والناس اللي فقدت الشم والتذوق، هو بيرجع حاسة الشم والتذوق في خلال يومين مش اكتر. يعني لو حد فعلا عنده مش شامم، مش مستطعم الاكل الكلام ده، اشربي بقى، حاولي تشربي كده في يوم كامل 3 4 كوبايات في اليوم، وشوفي النتيجة تاني يوم او تالت يوم بالكتير خالص. وان شاء الله الوصفة تعجبكم، و... ودعوتين حلوين كده، ولايك وسبسكرايب للقناة، واتمنى الفيديو يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير.